السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم بالخير، لكم الحب والاحترام في هذا المساء، يجعله مساء نادر عليكم بالخير. طبعا حلقة النهاردة نتكلم في المشهد السياسي، نتكلم على الذي يجري في فلسطين وفي لبنان. طبعا قام اللاجئون الإسرائيليين اليوم بغارة جوية في غزة، وانتقل إلى رحمة الله شهيد 22 شهيد اليوم في فجر هذا اليوم، وكذلك الأمر في لبنان. ولكن كذلك الأمر حزب الله بالمسيرات الذي يوجهها على هذا الكيان الصهيوني قصف كذا مناطق في تل أبيب وفي حيفا لهذا الكيان الصهيوني. ونلاقي الآن الذي نراه بأعيننا من الإدارة الأمريكية من الولايات المتحدة تبدأ عملية تسريب أخبار من الولايات المتحدة لعملية. طبعا الكيان الصهيوني يريد يوقف الحرب بشروط، وهذه الشروط لهذا الكيان الصهيوني هذه هي أحلام وخيالات لم تكن في يوم من الأيام تحقق على أرض الواقع. هي دي الحقيقة، الأحلام بتاعت هذا الكيان الصهيوني والتخيلات الذي يتخيلها هذا المجرمين لم تكون في يوم من الأيام على أرض الواقع. هم يتخيلون ويحلمون أن يوسعون من عملية الاحتلال وعملية التهجير التي تجري للفلسطينيين في قتل الأطفال وقتل النساء. والقرارات التي طبعا قرارات اللي هم عايزينها تتنفذ هذا الكيان المجرم. عايزين ايه؟ عايزين ان الفلسطينيين يكونون منزوعين السلاح، يريدون أن المقاومة الفلسطينية تكون منزوعة السلاح، وكذلك الأمر يريدون أن حزب الله يكون منزوع السلاح. لما احنا بنيجي نتكلم والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، أما نيجي نتكلم لماذا المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لماذا لم تفرض عقوبات على هذا الكيان الصهيوني وهو الذي يكون هذا الكيان منزوع للسلاح؟ لماذا لم تفرض عليها عقوبات من القانون الدولي والمجتمع الدولي؟ ليه ما تفرضش عليه عقوبات؟ هذا الكيان الصهيوني لماذا لم تفرض عليه عقوبات؟ ولماذا لم يكون هو الذي يكون منزوع السلاح؟ هو هذا الكيان الذي يفرض عليه أنه يكون منزوع السلاح. إذا كان في عدل في القانون الدولي والمجتمع الدولي
والولايات المتحدة الأمريكية التي تتباهى بالديمقراطية وتتباهى بحقوق الإنسان، وكلنا نعلم الفترة السابقة في الإدارة السابقة الأمريكية كان بيضا، وكانت كاميلا هاوس. كلنا نعلم من الذي تسبب. خشين على تاني سنة اهو، خشين 16 شهر، خشين في العام الثاني. في مجازر كل يوم وفي فلسطين ترتكب في حق الفلسطينيين، أصحاب الأرض وأصحاب الحق وأصحاب الوطن. أما بنيجي نتكلم إن محدش يتسبب لغاية هذه اللحظة في قتل الفلسطينيين وقتل النساء وقتل المدنيين، هي الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسببت في كل المجازر التي ارتكبت في حق الفلسطينيين، وهي التي ساعدت هذا الكيان الصهيوني بالمعدات العسكرية لتخليه لهذه اللحظة وتطول عملية الحرب في فلسطين. والآن يتجهون إلى لبنان يريدون أن كل من يعاديهم يكونون منزوع من السلاح. لماذا لم هم يكونون منزوعون من السلاح بجرائمهم التي حصلت في فلسطين؟ لماذا المجتمع الدولي والقانون الدولي يقول يجب عليهم أنهم يكونون منزوعين السلاح، أن هذا الكيان أجرم في حق الفلسطينيين، قاتلين الأطفال وقاتلين النساء. عايزين ما بنيجي نقول هو القانون الدولي والمجتمع الدولي لماذا لم تطبق إدانتها للمجرمين كمثل بنيامين نتنياهو وجلد وكل المجرمين وكل من دعموا هذا الكيان؟ لماذا القانون الدولي والمجتمع الدولي لم يطبق هذه القرارات؟ إذا كنا كلنا نحترم القوانين ونحترف بمعاهدات السلام ونحترف لأن كل إنسان له حق في الحياة، لماذا الفلسطينيين لهذه اللحظة لم يأخذون حقوقهم برغم المجتمع الدولي والقانون الدولي يعلم أن هذه هي الحقيقة؟ كل الذي يجري في فلسطين هي عملية قتل الإنسانية، هي عملية تهجير، هي عملية الجوع والعطش. لماذا المجتمع الدولي لم يدين هذا الكيان المجرم في قتل الفلسطينيين واحتلال أراضيهم؟ لماذا لم تطبق لغاية هذه اللحظة؟ لم تطبق من القانون الدولي والمجتمع الدولي
عقوبات على